السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء الجمال على جمهور الأهلي العظيم اللي ملوش غير حب النادي وبس. طيب، الفيديو ده سريعا كده مش هطول، 3 أجزاء في خلال دقايق معدودة. الجزء الأول هيكون عن المباراة اللي فاتت. طبعا كل الناس اتكلمت ووضحت وفتحنا مساحة واتكلمنا في كل الأمور الفنية، ولكن 3 نقاط سريعة جدا. النقطة الأولى، محمود حسن تريزيجيه هو محتاج يشوف ايه المشكله او الغلط فين، ويراجع نفسه ويهدى، لان الكوره طول ما انت هتعاندها هتعاند معاك اكتر. فيا اما هو يعني معرفش، يا ريبيرو يبدا بيت كتبديله للمباراه اللي جايه، او يقعد دكه الماتش اللي جاي مثلا، او هو محتاج يقعد مع نفسه شويه، لان الموضوع دخل في سكه انا مش فاهمها، واصبح عبء على الفريق مش بيساعد الفريق. النقطة التانية، محمد هاني واللي حصل. أنا بشوف إن محمد هاني في لقطة الهدف هو تحمل 50% من الخطأ، لأن الكورة وشكلها وهو بيرجعها لورا مش مفهوم خالص. أنت مش يعني أنت مش واضحة إن أنت بترجعها لشوبير ولا بتطلعها كورنر. الطريقة غلط جدا، فشوبير أكيد اتلخم. طبعا شوبير يتحمل 50% من الخطأ، كان المفروض يسيبها تطلع كورنر وخلاص، ولكن الهدف يتحمله الاثنين. اما بالنسبه للقطه معروف، طبعا كلنا عارفين ان معروف زملكاوي، واللقطه كلها بما فيها باينه جدا ان معروف كان بيتحامل على لاعبي الفريق، وكان مستني غلطه لاي حد. غرور تناكى منه، شايف نفسه تعالي. يعني حتى ميدو ما كدبش، ميدو يوم ما قال ان هو كان يعني تقريبا ضربه او حاجه زي كده لما كان بيفتري على الزمالك برضه. فانا ما اعرفش هو بيشجع الزمالك بيفتري على الزمالك، هو شخصيته كده متعالي ومغرور. لكن الاهلي خد قرار مظبوط جدا انه اشتكاه وطلب انه ما يحكمش مبارياته، وخلينا نشوف الايام اللي جايه هتسفر عن ايه. النقطه الثالثه والاخيره في الجزء الاول، ديانج. كلنا شفنا ان المدرب لعب بخطه 4-1 4-1، فديانج لا بديل عنه في الخطه دي، وهو اللي يتحط في نص الملعب ويتبني عليه. طبعا هو بن رمضان، والثالث بتاعهم هيكون امام لما يرجع، او حتى ولو فكرت تبدل في الحته دي، ديانج ما يطلعش ال90 دقيقة إلا إذا لا قدر الله تعرض لإصابة أو تعب أو أي حاجة من الكلام ده. لكن ديانج يا جماعة، أنت عندك لعيبة نص ملعب بتطير، وبنشوف بن رمضان هو الحل الأمثل. يعني بن رمضان لما بياخد الحرية بيرقص وبيعدي وبيباصي وبيمرر وبيشوط وبيكلفت لاعب واثنين وثلاثة. ففي المرتدات مهم جدا إن ديانج يكون في الحتة دي. طيب، ده الجزء الاول. الجزء الثاني سريعا كده برضو، عشان في اخبار كتير طلعت وكلام كتير، وحبايبنا اليوتيوبرز مش يعني ما كدبوش خبر، ما صدقوا طبعا، في قصة الشحانية القطري وبن شرقي. طيب، خلينا اديكم نبذة سريعة عن يعني الواحد ربنا اداله حتة صبر كده، ان هو يعني يدور ويتأنى ويبحث وبعد كده يطلع يتكلم. طيب، انا هقول لك سريعا كده نبذة مختصرة عن الشحانية القطري. النادي تأسس سنة 98 1998 تحت اسم نادي الشباب الرياضي. تمام. مقره الأصلي في الدوحة. تم تغيير الاسم سنة 2004. تمام. النادي ده أول مرة يصعد للدرجة الأولى كان سنة 2000، موسم 2014 2015. دي المرة الأولى اللي صعد فيها للدرجة الأولى، وهبط تاني. تمام. وصعد تاني مش عارف في 2017 2018، وهبط تاني. تمام. ولسه صاعد تاني موسم 2024 25 للدرجة الأولى. فده نادي، على فكرة النادي ده ما حققش أي بطولات، ملوش تاريخ، يعني حاجة كده شبيهة بكهرباء الإسماعيلية كده. ففكرة إنه حتى لو حصل وطلب بن شرقي يعني مش بالغشوميه دي انه يروح لنادي بدون تاريخ ملوش اي لازمه، لسه صاعد وكل شويه بيهبط للدرجه الثانيه ولا الثالثه ويصعد بالعافيه وبتاع. ففكره ان هو يروح لنادي زي ده اكيد مستحيله. لكن فكره بقى الناس اللي طالعه بتروج اصله رفض العروض ورفض الفلوس عشان النادي الاهلي ومش عارف إيه. يا جماعه، يا جماعه، ربنا ادانا عقل، فكروا بالعقل بالراحة. مش كل حاجة هو رفض الفلوس عشان الأهلي، وتحطوا ضغط على الإدارة وتحطوا ضغط على اللي قائمين على التجديدات والناس اللي هي في إدارة التعاقدات، إن اللعيب
يبتدي هو حتى يفكر يلعب في حته ان هو يطلب فلوس زياده او يطالب بتمديد عقده او اعلانات زياده او والكلام ده كله. يعني ربنا ادانا حكمه وعقل ان احنا نفكر. ما تطلعوش كلكم كده مره واحده على اليوتيوب وفي كل الدنيا تفضلوا تبخوا السم، ايه ده رفض الفلوس عشان الاهلي. لا، ما رفضش فلوس عشان الاهلي، ده مش نادي اصلا عشان يروح له، مع كامل احترامي للدوري القطري يعني. دي مش فرقه، بقول لك ده مركز شباب. انتوا هتهرجوا؟ فكوكوا بقى يا جدعان من الشغل ده، ما انتوا اللي بتخلوا اللعيبه تتنطط على النادي وعلى الاداره باللي انتوا بتعملوه ده. النقطه الاخيره، الاستاذ خالد الاتربي، مع كامل احترامي لسيادتك ومع كامل تقديري لشخصك كصحفي محترم، وقبل كده برضو كان في قصص وحوارات دايرة مع محمود شوقي وحضراتكم كده المجموعة الباكج اللي هو بيتكلم باسم النادي ده. هو ايه الحكمة وايه الفكرة وايه الغرض ان انت تطلع تقول اصل الراجل اقر انه كان غلطان؟ حلو، يعني ايه اقر كان غلطان؟ واقر لمين وقال لمين وراح لمين؟ وهل ده صح ان انت تتكلم عن مدرب الاهلي بالشكل ده؟ انت عايز تقول ايه؟ طيب عايز تقول ان الراجل مثلا يعني بيسمع بيرمي ودنه للناس اللي حواليه؟ طب هو الراجل تم السيطرة عليه؟ طب الراجل فاشل فخلى حد تاني هو اللي حط له الخطة؟ طب الراجل عنده مشاكل في ان هو مثلا يحط خطة فبي بي 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 يعني بيرجع لناس تانية يعني؟ وبعدين انت بتتكلم عن نادي بحجم الاهلي والمفروض انت بتمثل الاهلي، لما كلام زي ده يطلع والاشكال الضاله اللي حوالينا اللي هي اصلا مش سابانه في حالنا تاخد كلمتين دول منك ويطلعوا بقى تقارير صحفيه وبوستات شمال ويمين وهنا وهنا وهنا، ايه لازمته؟ ايه الحكمه يعني اخبار صحفيه معاك، حصريات معاك، تتكلم عن صفقات معاك، تجيب اخبار من نادي الزمالك برضو معاك، مش لاقي حاجه تقولها خالص وعايز تطلع لايف. لو ده مصدرك يعني ده مصدر رزقك، ومع كامل احترامي ليك انا ما اعرفكش، لو ده مصدر رزقك يعني ممكن تعمل زي ممدوح نصر الله مثلا، بيطلع يعمل حلقه سؤال وجواب فانت تاخد اسئله من الناس وتجاوب عليها لو مش لاقي حاجه تقولها. عندك اخبار الزمالك، عندك مش عارف. طب يعني مع كامل احترامي لكل الناس برضو، عندك مثلا الاستاذ فيصل زيدان، الراجل بيطلع عنده 5 6 10 اخبار بيطلع يقولهم ويقفل ويقول لك سلام عليكم. حتى لما بيتسال في حاجه مش عارفها بيقول ما اعرفش، ما بيجودش بقى ويقعد يشيل ويحط ويعجن ويلت ويجيب شمال ويمين وهق ومق. ليه؟ انتوا ليه بتحاولوا دايما تجيبوا ريتش بطريقه رخيصه وطريقه بخسه ملهاش معنى؟ مش شايف اي مبرر للجمله اللي حضرتك قلتها دي بصراحه، واتمنى الفيديو يوصلك. الجمله اللي انت قلتها ملهاش اي مبرر ومش مفهومه. شكرا.